الثالثة فهي للأخ الكريم ابن العمة ماجد عبد الكريم العنزي شفاه الله، ادعوا له في ألمانيا للعلاج الآن. يقول الأخ ماجد بأحمد: في سنة 1990 من الميلاد طلعنا من الكويت متوجهين إلى القاهرة برا. يقولوا في العقبة قبل لا نصعد العبارة تعرفنا على أخ من أملج اسمه الأخ فيصل القوفي الجهني. تخاووا ماجد وفيصل والجماعة اللي وياهم من الكويت ومن أملج وقعدوا إجازتهم في القاهرة، وبعقب ما خلصوا كل واحد رجع ديرته. وبعد مدة وجيزة جرت أحداث الخليج وغزت العراق الكويت، وكان ماجد ولد عمتي من الأسرى في السجون العراقية. وطلعوا جماعة كثيرة من أهل الكويت، منهم من راح السعودية واللي راح الخليج واللي راح القاهرة واللي راح أوروبا، وكل واحد راح مكانه. وكان من بين الأسر اللي طلعت أسرة الأخ ماجد. طلعوا من الكويت مجموعة سيارات وتوجهوا إلى الرياض وقعدوا هناك في الرياض. الأخ فيصل القوفي الجهني الشريف الكريم النبيل قطع 1400 كيلو لما جاء حفر الباطن، وذاك الوقت ماكو تليفونات نقالة، فقعد أيام يسأل عن ماجد وعن جماعتنا وأرحامنا إلى أن تم التواصل معهم وهم في الرياض. ويطلع فيصل القوفي الجهني والجماعة اللي وياه من حفر الباطن إلى الرياض إلى أن التقوا بالجماعة هناك وهم الحمد لله في أحسن حال. ويقسم عليهم فيصل القوفي إنه مأمور من جماعته وأرحامه في أملج إنه ما يرجع إلا وأهل ماجد كلهم وياه. طيب لا هي سيارة ولا سيارتين ولا 20 ولا 30، سحبهم هالقوفي هذا الجهني من الرياض إلى أملج، جزاه الله خير. ولن أتحدث عن كرم ونبل أهل أملج قاطبة والطيب اللي سووه مع أهلنا وارحامنا اللي لا يمكن ينسى أبدا. تقول عمتي الله يحفظها ويشافيها لما جينا أملج مهيئين لنا الشقق لكل هالسيارات اللي جت، ولا خلوا علينا قاصر أبدا في الشقق. شقق مفروشة ومهيئة بالطعام والشراب وكل ما يحتاج، وفوق هذا كله زيارة يومية للمؤاساة، عسى الله يحفظهم. وبفضل الله استمرت العلاقة بين الجماعة وبين أملج إلى يومنا هذا، وهذا طيب لا يمكن أن ينسى لهم أبدا، وأجرهم